التغذية والتجميل، يا ترى إيه السر ما بينهم؟ دي ندى ودي علا. ندى لاحظت إن في آخر 3 شهور بدأت صحة شعرها وبشرتها تتحسن بشكل ملحوظ، في حين إنها ما غيرتش أي حاجة من السكين كير الروتين العادي بتاعها. ولما بدأت تركز أكتر لاحظت إن في أكلات معينة لما بتدخلها في نظامها الغذائي ده كان بينعكس بشكل مباشر على صحة شعرها وبشرتها، فتلاقي إن شعرها بقى صحي ولامع أكتر وأقل في التساقط، وفي نفس الوقت بشرتها كمان بقت أجمل وأكتر نضارة وبدون بهتان ولا حبوب. علا كانت شايفة إن دي مجرد صدفة وإن الجمال ملوش أي علاقة بالأكل، أما ندى فكانت متأكدة إن في سر في الموضوع. وبعد بحث طويل وصلت ندى للسر ده، علم التغذية التجميلية، وهو العلم اللي بيتناول العلاقة ما بين النظام الغذائي وصحة وجمال البشرة والشعر. وفي دايتيتكس أكاديمي البريطانية إحنا في المكان الوحيد اللي بيقدم لك دبلومة مهنية في علم التغذية التجميلية، معتمدة بشكل كامل من البورد الألماني ومصدقة بختم الإبوستيل الدولي المعترف به في أكتر من 120 دولة حول العالم. ندى حجزت مكانها معانا في الراوند الجديدة من دبلومة التغذية التجميلية، وإنتي كمان لو حابة تحجزي مكانك معانا دلوقتي وتتخصصي في مجال من أكتر المجالات التغذية المطلوبة في الوقت الحالي، اكتبي لينا كومنت جملة تغذية تجميلية علشان نبعت لك كل التفاصيل.